ثواني بس. هو احنا اللي حصل معانا عند التاني عليك حقيقة؟ وده لو حقيقة انت هتسمع معايا أرعب قصة هتسمعها في حياتك. مسا عليكم وأهلا بيكم في قصة جديدة. بس قبل ما أبدأ القصة حضر مشروبك والبس سماعتك وطفي نورك، إن أنا القصة اللي أنا جاي أحكيها لك النهاردة ديت هتبقى أرعب قصة هتسمعها. ويلا بينا على القصة. طيب، قبل ما أبدأ القصة نرجع بالأحداث لورا كده ونشوف احنا وقفنا فين عند القصة اللي فاتت. لما أنا ببصيت ورايا وشفت حاجة مرعبة، ده كان نور كان واقف قدام الرشاح، جسمه لونه متغير وعينه كلها سودا. فأنا لقيت مصطفى بجنبي بيصرخ فيا وبيشدني بيقول لي يلا بسرعة. اتحركنا أنا وهو على العربية وجيت دايس بنزين بأقصى سرعة عندي. طلعنا من الطريق ده بسرعة واحنا الاتنين قاعدين بنبص ورانا، وبقينا خلاص ماشيين على الطريق وسكوت تام، مفيش أي كلام. بعدها بشوية ألاقي مصطفى بيقول لي بصوت مرعب كده وصوت مهزوز: يا اسطى، هو احنا هنرجع حاجة تاني؟ أنا ما ردتش عليه، كنت مركز في الطريق. مرة واحدة الكاسيت بتاع العربية يشتغل لوحده، والكاسيت ده كان شغال وكان بيقول يعني صوت تشويش في الأول، وبعدها صوت كده مش واضح أوي، بعد كده يطلع لك حد يقول اسمنا أنا ومصطفى. أنا لقيت مصطفى من كتر الخوف اللي هو كان فيه بيضرب الكاسيت بإيديه يكسره، برضه الكاسيت ما طفاش. أصلا الصوت يعني زي ما بقول مش طالع من الكاسيت نفسه، يعني في حد معانا وقاعد بيتكلم. توتر زاد والخوف زاد تاني. أنا مركز في الطريق وماشي، كل شوية أبص على مصطفى بوشه كله مليان روح، والطريق اللي أنا ماشي عليه ما في بني آدم يوحد ربنا ماشي عليه، الطريق فاضي تماما. فمرة واحدة وأنا ماشي ألاقي لك شخص ظهر لي مرة واحدة قدام العربية. أنا جيت دايس فرامل بأقصى سرعة عندي. الشخص كان واقف قدام العربية وظهره ليا، جسمه كله مبلول مية. أنا لقيت مصطفى اتوتر بقول لي يا اسطى لف من جنبه وعدي بسرعة. مصطفى أول ما قال كده الشخص ده يلف علينا، والمفاجأة إن الشخص اللي كان واقف ده كان محمد، مبتسم ابتسامة مرعبة بشكل. لقيته بيقول ايه، انتوا مستعجلين ليه؟ لقيت مصطفى يقول لي يا اسطى دوس عليهم مشي بسرعة من هنا. أنا طبعا متردد مش عارف أعمل ايه. أبص لمصطفى كده بقول له يا اسطى بص كده قدامك. أجي أبص قدامي، الشخص اللي كان واقف هنا أو محمد اللي كان واقف هنا الشخص ده اختفى. كان جداز بنزين بأقصى سرعة عندي. مصطفى بيقول لي يا اسطى احنا عايزين نروح. أنا طاير بالعربية حرفيا على السكة، وأنا سايق قاعد ببص على مصطفى كده. بس المرة دي الواد كان مرعوب من حاجة بجد. أنا جيت قايل له أنت مالك يا مصطفى، أنت مرعوب من إيه، مالك يا ابني إحنا مجانين. لقيته بيشاور لي كده على المراية اللي قدامه بيقول له بص كده. أنا أول ما رفعت عينيا وببص أنا أشوف لك منظر ساعتها إن محمد ونور قاعدين في الكنبة اللي ورانا، وعينيهم كلها سودا وابتسامة تشيب الشعر بجد، ابتسامة مرعبة جامد. أنا اتصدمت مرة واحدة، جيت موقف العربية، جيت لافف راسي وببص مفيش أي حاجة. لقيت مصطفى بيقول لي والله يا اسطى كانوا هنا، بيحلف بالله. أنا ما رضيتش طبعا، مش جيت مشغل العربية تاني، جيت مزود سرعتي لحد ما وصلنا. فأنا لسه هنزل مصطفى لقيته بيقول لي بقول لك إيه، بلاش تروح وتعالى اقعد معايا. انا طبعا قلت له ماشي،
رحت وركنت العربية قدام البيت ودخلنا الشقة. أول ما دخلنا سكوت تام، مفيش أي كلام. لقيت مصطفى بيقول لي مرة واحدة: هو احنا يا اسطى هنرجع المكان ده تاني؟ بصوت فيه لجلجة، بصوت فيه رعب. أنا طبعا كنت زعلان. أنا هرجع محمد ونور إزاي؟ أنا مش عارف. مرة واحدة وإحنا قاعدين، نور الأوضة خافت مرة واحدة وجي راجع تاني، والمروحة اللي كانت شغالة طفت لوحدها. أنا أبص لمصطفى كده وأقول له: أنت سامع اللي أنا سامعه ولا لأ؟ قال لي: أنا سامع. في يا جدعان صوت مية كان جاية من قدام باب الشقة. أنا ابتديت أجرب كده بالراحة، والمية ديت يعني كانت ريحتها وحشة بجد بجد بجد، يعني المية ريحتها فظيعة. ابتديت أجرب على الباب، أسمع لك صوت ساعتها حد بيخبط على الباب. واحد، اتنين، وتلاتة. بعد كده الصوت يهدى، أسمع لك صوت حد بيتكلم من ورا الباب، وده كان صوت نور. بيقول لي: يا اسطى أنتوا مشيتوا وسبتونا ليه؟ أنا ومصطفى بصينا لبعض كده. مصطفى بيقول لي: إزاي؟ ونور قاعد بيقول لي: افتح الباب. أنا جيت رايح بص من العين السحرية كده، أنا شفت منظر ساعتها. دي وشوش، مش وش بني آدمين. هو نور هو اللي واقف، بس ده مش وشه متغير. لقيت مصطفى بيلبس كده وبيقول لي: أصل ما تفتحش الباب. وأنا زي ماني بص من العين. فجأة نور ابتسم ابتسامة مرعبة بشكل، والابتسامة دي تثبت لك إن هما الاتنين سامعين كل كلمة إحنا بنقولها. لقيت محمد مرة واحدة ابتدى يهبد على الباب بإيديه، الباب كان هيتكسر. وبعد كده المية اللي كانت بتنزل ديت بقت نازلة يعني بغزارة جامد لحد المية ما ملت الشقة. مرة واحدة الدنيا ترجع طبيعية تاني، والمصيبة الأكبر إن المية اللي كانت من هنا الشقة دلوقتي مفيش نقطة مية في الشقة. أنا أرجع بالراحة أبص من العين السحرية، مفيش أي حاجة. أنا جيت فاتح الباب كده بالراحة ببص، مفيش أي حد واقف بره. فاتح الباب خالص كده وببص مكانه، وكان فعلا كان في حد واقف، في آثار رجليه. شخصين كانوا واقفين هنا. أنا جيت قافل الباب بسرعة واتدخل الأوضة، وأنا قلبي مبهوت من اللي أنا شايفه واللي إحنا عايشينه ده. إحنا عايشين في رعب. فأنا لقيت مصطفى كده بيقول بطريقة نفس الطريقة اللي بيتكلم بيها. الواد مرعوب وطريقة كلامه بتلجلج. يا اسطى إحنا هنعمل إيه؟ الواد مرعوب. قلت له: مش عارف، أنا مش عارف أعمل إيه. دخلنا وقعدنا في الأوضة. صوت باب الأوضة من كتر رزعة الباب، الصوت رن في الأوضة، يعني في البيت ده حاله. الباب جه مرزوع ورانا رزعة. إحنا الاتنين بصينا على الباب ساكتين، مفيش حد بيتكلم. ساعتها أسمع لك صوت كان جاي من ورا الباب، واللي كان بيتكلم ده كان نور. بيقول إيه بقى: انتوا ما فتحتوش الباب، بس احنا دخلنا خلاص. جيلك بعدها صوت شخص تاني واللي هو محمد، وهو بيتكلم بيقول بصوت متغير وصوت بطريقة مرعبة: الدور عليكم. وفجأة الأكرة بتاعت الباب ابتدت تتفتح، وبعد كده تبقى القصة خلصت. أنا آسف يعني على الغياب اللي أنا كنت فيه. فهو عامة نور ومحمد رجعوا تاني، وطبعا محمد قاعد ورا الكاميرا حاليا. بس يعني الامور مش تمام يعني، بس هم الحمد لله كويسين. انت طيب دلوقتي، انت لو عايز تعرف ايه اللي حصل لهم وازاي هم رجعوا، اكتب لي كومنت او اثبت نفسك في، اعمل لي لايك كده واشتراك، روج عليا كده. ويا رب تكون القصه عجبتك.
وسلام.